شايفين؟ ما فكيته بقى من الكياس بتاعته، حطيته الاول ملحته، جبت الملح وحطيت يعني زي كيس ملح كده صغير على السمكتين دول، وحطيت حبة شطة وحبة وواحدتين فصوص كده فلفل اسود مش مطحون، فصوص، وكمان حبة الاصفر ده اسمه ايه، كركم، حبة كركم، حبة شطة، على كل ده يتحط على الفلفل، واخد بقى الحب اللي هو الفلفل الاسود الحب ده بحطه جوه الراس من هنا عشان ما يحصلوش حاجه. احشي الراس بالملح والفلفل الخلطه دي اللي انا عملتها، واحط الفلفل الاسود الحب جوه الراس، جوه عند الخياشيم كده اهو. وبعدين اغلف بقى السمكتين بالملح كله من جوه ومن بره، اكب الملح عليه. جيب كيس تلاجة اهو، بس الكيس اللي كانت فيها اهو، كيس 2 3، والاخر بقى اي كيس تانية بقى اروح ايه مغطيه بيه، يعني بتاع 8 اكياس، بس 1 2 3 4 5 6 7، وبعدين بقى اروح عاملاه بالشكرتون او باللزق ده، جبسه كده واحطه في مكان ما فيهوش نور، زي مثلا درج البوتاجاز اللي تحت ده، او دولاب المطبخ. بس احطه طبعا في طبق. انا هنضف الفسيخ وهجيلكوا تاني. وبقعده 15 يوم في الشتاء، و10 ايام او 11 يوم في الصيف، وافتح عليه. انا بقى هنضفه وهجيبه وهوريهولكوا بقى على الاكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.